السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد سعيد وده رابع يوم من Elevate Yourself Day by Day. والنهاردة هنتعلم واحدة من أهم الحاجات اللي أنا ذكرتها في أول فيديو، واللي هي إزاي ترسم 2D أو 3D على برنامج السوليد ووركس. أول حاجة إزاي ننزل برنامج سوليد ووركس، هتلاقيني سايب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن. أول حاجة هتفتح الفولدر وتدور على الكلمة اللي أنا سايبها لك دي، ولو طلب منك لايسنس اكتب 1 2 3. أول ما تفتح الابلكيشن هتلاقي فيه 3 اختيارات، واللي هي بارت واسمبلي ودراينج. بارت دي هي اللي تهمنا دلوقتي، واللي هي انت بترسم عليها البارت بتاعك 2D وبعد كده تحوله ل 3D. لو انت عملت كذا بارت مثلا في ال 3D وعايز تجمعهم فبتخش على الاسمبلي. لو عايز تطلع المساقط التلاتة او اكتر كمان من المساقط التلاتة بتخش على دراينج. اول ما يفتح معاك هتدوس على سكتش وهتلاقي قدامك 3 مستويات، واللي هما الفرونت برايت والتوب، اللي هما الافقي والجانبي والرأسي. هتدوس على اي واحد فيهم وتبدأ ترسم فيه. هتلاقي قدامك تول بوكس فوق على الشمال اللي هي فيها كل الادوات اللي انت ممكن ترسمها، وهتلاقي من كل حاجه اكتر من فيتشرز او اكتر من حاجه ممكن ترسم بيها. مثلا عندك الخط فيه 3 انواع من الخطوط: خط سوليد، خط سنتر لاين، وخط تاني ميد بوينت في نقطه في النص مثلا. وفي برضه الدايره اللي هي كذا نوع، وفي برضه المستطيل، وفي مستطيل ليه اقطار، في مستطيل ملوش اقطار. عندك اللي هو المضلع او البوليجون ده تقدر تتحكم كمان في عدد الاضلاع بتاعته. عندك في كيرف ممكن ترسم كيرف او بارابولا او اي منحنى عموما. تقدر برضه ترسم اي حاجه انت عايزها. ممكن ترسم سلوت، ممكن ترسم سلوت عادل او سلوت دائري، ممكن ترسم شكل بيضاوي مثلا. تقعد تجرب كل الادوات اللي في تول بوكس دي لحد ما تتعود عليها وتعرف كل حاجه فيها ايه، وتقعد تجرب مع نفسك. وممكن تجيب مثلا برضه تاسكات من النت وتجربها، وهتلاقيني برضه سايب لك في تاسك في الديسكريبشن تقدر تتدرب عليه وتجيب غيره كمان من جوجل عادي. ايه الاداه اللي بعد كده اللي هي ترم، وترم دي هي اداه زي المقص زي ما انت شايف. دي ان انت بتقص الحاجات اللي انت مش عايزها. فبالتالي عندك كذا فيتشرز برضو للقص، بس احنا اهم واحد عندنا اللي هو الاخير، واللي هو كات تو كلوزست او اللي هو ترم تو كلوزست. ده اللي انت هتختاره وهتشتغل بيه، وده علشان تقص اي حاجه مثلا انت مش عايزها بس من غير ما تقص باقي الجسم. يعني مثلا انت عندك في خط انت مش عايزه في وسط الاجسام كلها، لو حصل مثلا تقاطع فبالتالي تقدر تقصه هو او الحته الصغيره اللي انت مش عايزها بالتول دي. بعد كده عندنا الميرور او المرايه. المرايه دي اللي انت بتحدد مثلا عندك دايره، وبعد كده لازم هتختار اي جسم مثلا، اي شكل انت عايز تعمله ميرور او عايز تنسخه. بس هتنسخه كأن انت بتنسخه قدام مرايه مثلا، فبالتالي هتلاقي المسافه اللي قدام الخط اللي انت عملت له ميرور اباوت. ميرور اباوت ده انت بتحدد الحاجه اللي انت عايز تعمل لها كوبي حوالينها. يعني مثلا انا عايز اعمل كوبي مثلا للدايره دي حوالين الخط التاني، او الخط ده بالنسبه لي هو المرايه، هو اللي هيبقى قدامه على نفس المسافه اللي ما بين التاني اللي هو الدايره اللي ما بينه وما بين الدايره. هتلاقي على نفس المسافه برضو من الناحيه التانيه هيعمل نسخه برضو تانيه للدايره دي. فانا بختار طبعا الارك او الدايره اللي انا عايز اعملها ميرور، واختار ميرور اباوت يعني هو يتنسخ حوالين ايه، وهيتنسخ عادي. بعد كده هيعمل لك نسخه منه باي شكل انت عايزه، بس اهم حاجه يكون عندك حاجه تعمل عليها ميرور اباوت. تاني حاجة عندنا اللينير أو اللي هو اللينير باترن مثلا، أو اللينير سكتش باترن، وفي برضه سيركلر. اللينير ده إن أنت بتعمل كوبي لحاجة وتحدد كمان الإزاحة بتاعتها أو المسافة اللي هي تبعدها عنها. يعني مش مجرد إن أنت تعمل لها ميرور وخلاص، لا أنت تنسخها وكمان تحدد البعد اللي أنت عايزه عنها، وهيبقوا الاتنين يعتبر شبه مترابطين مع بعض. طب في طريقة تانية أنت تعمل بيها كوبي؟ طبعا في إن أنت تدوس على الحاجة كليك واحدة مثلا، وبعد كده تدوس كنترول وتسحب بالماوس هتلاقيها تعمل لها كوبي. وفي طريقه ثالثه ان انت ممكن تدوس كنترول سي وكنترول في يعمل لك برضه كوبي وبس. وفي طبعا السيركلر زي ما قلنا انت تعمل لاي شكل انت عايزه. ممكن تعمل لاي شكل انت عايزه شكل دائري مثلا، لو انت عندك شكل دائره وعايز تعمل منه نسخ كتير كمان ممكن تتحكم في النسخ او عدد النسخ اللي انت عايزها. هيعمل لك برضه نسخ مثلا على شكل دائري، او تتحكم كمان في ايه الزاويه اللي انت عايز تعمل بيها. يعني انا عايز اعمل على شكل دايره كامله، ولا مثلا عايز اعمل على نص الدايره او 90 درجه بس او 180 هكذا. بعد كده عندنا الاوفست ده اللي هو بيعمل لك شكل جوه شكل، وطبعا بيكون محدد لك المسافه اللي ما بينهم بسمارت دايمنشن. وكمان تقدر تتحكم في البيز او اللي هو الاوفست نفسه اللي هو الشكل الخارجي. الشكل الخارجي هو اسمه اوفست اللي هو بيبقى محيط ليه، والشكل الداخلي هو ده اللي اسمه البيز. فالبيز انا ممكن اخليها جيومتري ده معناه ان انا هخليها مثلا سنتر لاين. يعني انا عندي الدايره دي مثلا لو انا دوست على البيز جيومتري هيخليها لي دايره سنتر لاين
والخارجي يبقى عادي. طب انا ممكن عايز الاوفست ده اللي هو الخارجي يبقى هو السنتر لاين، هدوس على الاوفست جيومتري فبالتالي يخليها لي كده. اقدر برضه اتحكم في المسافه اللي ما بينهم، يعني انا مثلا عايز مسافه ما بينهم 1 انش او ايا كان، فهحدد المسافه ديت وهيعملها لي وتفضل ثابته مهما قعدت انا اغير فيهم. يعني انا غيرت في اطوالهم هتلاقي نفس المسافه دي ما بينهم ثابته ما بتتغيرش، ودي نفس النسبه هتلاقيها ثابته ما بتتغيرش. طبعا عندنا برضو في نظام القياس نفسه، عندنا الاي بي اس والام ام جي اس اللي هو مليمتر جرام سكند. انا محتاج هو ده النظام الاساسي اللي انا بمشي عليه اللي هو مليمتر وجرام وثانيه، ده هو النظام الاساسي اللي احنا هنشتغل بيه دايما. بعد كده عندك في تول تانية اسمها السمارت دايمنشن. سمارت دايمنشن ديت اللي هي بتقيس الاطوال كلها اللي انت تقدر تحدد بيها كل الاطوال الممكنه اللي انت عايزها في الرسمه. لو انت مثلا عايز تحدد قطر دايره، عايز تحدد طول ضلع، عايز تحدد مسافه ما بين نقطتين، اي مسافه انت عايز تحددها بتحددها بالسمارت دايمنشن. وطبعا انت تقدر تشوف كورسات تانية على يوتيوب عادي جدا لو حاجه مثلا اثرت معاك، لان انا مستحيل اشرح لك كورس كامل في الابلكيشن ده، لان هو هيحتاج كورس كبير جدا عشان اعرف اشرحه كامل، ومستحيل اقدر اوفيه حق. من ضمن التولز اللي معانا واللي هي الفيلت او الشنفر. الفيلت غير الشنفر طبعا. الفيلت اللي هو بيعمل لك زي قوس دائري كده على الاطراف ان هي ما تبقاش الخطين لازقين في بعض مثلا زي محاور التماثل او غيره، بس هنا بيخلي لك فيه زي جزء كده منحني شويه، زي مثلا الموبايل عندك هتلاقي معمول له فيلت كده او جزء دائري شويه، الحواف بتاعته مش صادت في بعض. والشنفر ده كأن انت قطعت مثلا ورقه بالمقص فهتلاقي زي خط كده، فهو ده الفيلت وده الشنفر. تقدر برضه تتحكم في القطر بتاع الفيلت وتقدر تتحكم في الابعاد برضه بتاعت الشنفر، كل ده بالسمارت دايمنشن عادي جدا. طبعا اي اختصارات اللي انا بعملها في الفيديو هتلاقيني كاتبها لك على الشاشه، سواء بقى كنترول بلس زد او كنترول بلس واي او اي حاجه، اي اختصار هتلاقيه مهم هتلاقيني كاتبه لك. واكيد في اختصارات تانية كتير تقدر برضه تتعلمها انت او انت ايا كان بقى انت مثلا بتستخدمها في اي حاجه، هتلاقي برضه شغال على الابلكيشن ده. نيجي بقى للجزء اللي بعد كده واللي هو ازاي تعمل مماس مثلا لحاجه، او اللي هي العمليات الهندسيه عموما. العمليات الهندسيه دي مثلا لو انت عايز تعمل حاجه مماس لحاجه، عايز مثلا دايرتين وتخليهم كونسنتريك مع بعض اللي هم على نفس السنتر لاين او على نفس النقطه مثلا الاثنين جوا بعض، زي الاوفست مثلا حاجه زي كده، بس هو مختلف شويه عن الاوفست. اللي انت مثلا معاك دايرتين ايا كان انت رسمتهم وبعد كده عايز الاثنين على نفس المركز، فهتروح عاملهم كونسنتريك. الكارديان بيخليهم على بعض، بيبقوا منطبقين على بعض. وعندك التانجنت اللي انت تخليهم مماس، ممكن كمان تعمل التانجنت ده مش شرط ما بين دوائر، ممكن تعمل دايره وخط مثلا عايزهم تانجنت مع بعض، تقدر تعملها من البروبرتيز ان انت تخليهم الاثنين تانجنت مع بعض. في طريقه تانية ان انت تخليهم تانجنت مع بعض بان انت بتدوس على الاثنين اللي انت عايزهم بالكنترول، طبعا تدوس على واحد بعد كده تدوس كنترول وتدوس على التاني، وبعد كده تدوس على الرايت كليك وهتلاقي ميك تانجنت هتدوس عليها. طبعا هتلاقي كل واحده فيهم في ايكون، فلما تدوس على الايكون ديت مثلا هتبقى تقريبا اول واحده هتدوس عليها هتلاقي مكتوب عليها ميك تانجنت، فتدوس عليها تعمل لك ممسات. وهتلاقي طبعا كل الفيتشرز موجوده على حسب اللي هو يقدر يعملهم هتلاقيهم ظاهرين لك. نيجي بقى لاخر حاجه واللي هي التاسك اللي عندنا، وهتلاقي التاسك ده زي ما قلت لك هتلاقيه موجود في الديسكربشن. هتلاقيني حاطط لك 3 تاسكات هتجرب فيها طول الاسبوع على مدار الاسبوع قبل ما ننزل فيديو جديد اللي هو بتاع ال 3 دي. هتعرف بقى طبعا تطبق انت كل حاجه مع نفسك. لو في حاجه عصلجت معاك تقدر تدور على اليوتيوب زي ما قلت لك هتلاقي في كورسات كامله، ولازم تكون متقن جدا لل 2 دي، وهو سهل جدا مش صعب خالص، واسهل حتى من الرسم الهندسي اللي كنا بنعمله في اعدادي هندسه او ميكانيكا، حتى هتلاقي موجود برضه في ميكانيكا نفس الرسم، بس ده غير الرسم اليدوي، ده احسن بكتير واسهل ولذيذ كمان. غير طبعا ان انا قلت لك انت ممكن تستنتج المساقط من غير ما تستنتج المساقط بدروينج، لو انت عندك مثلا شبكه 3 دي تقدر تستنتجها. طبعا هتلاقي كل حاجه انا بعملها موضحها في الفيديو، الموضوع سهل مش محتاج حاجه. جبت دايرتين مثلا اي حاجه بعد كده رحت محددهم بالسمارت دايمنشن، بعد كده رحت عامل الخط ورحت عامل المماس، هكذا. هتلاقي كلها حاجات بسيطه وانت كمان تقدر تعملها وبس كده. وطبعا ما تنساش تتابعني على كل المنصات عشان يوصلك كل جديد، وبس كده. سلام.